السلام عليكم، الله يساعدك أيمن. هلا وحمود المعطب، الله جابك. زين جيت ودان جاي خابر عليك. ها قول أيمن، محتاج شي؟ والله يا حمودي الصديق وقت الضيق، واني باكر عندي امتحان عربي وكل شي ما فاهم ولا قاري. أها، يعني تريد أني أقريك؟ لا يابا شو تقريني يا معود، وانت 10 سنين مجاي من صفك، ومن قد ما صرت قديم قاموا يعطونك راتب ويا المدرسين. مو أني هنا أقول، أني هم مستغرب، إيش قالوا لك علي سيبوي؟ شو ما عرفني بالعربي؟ زين شو تريدني أساعدك يعني؟ والله هم زين، هم طلعت تعرف تركويه وما ادري سيبويه. لا حمودي، انا اشتريت لي سماعات مال غش من الانترنت، واريدك تقعد برا وترد لي اياهين، وانا احط السماعه جوذاني. ربيت لي شعر حتى السماعه ما تبين، ومضبط كل اموري، بس اريدك تتعاون وياي. يعني أنت مربي شعر حتى تضيع السماعات؟ جود أنا كايل يسلوك من كبر الزلف. أقول طالع كأنك عبد الحليم بآخر أيامك. زين هم رجعني لنفس المشكلة، وأنا شو مفهمني حتى أحل لك الأسئلة؟ ولك ادري بيك، والله ادري بيك، موضوع غبائك لا غبار علي. لا انا راح اخلي لك موقع، ومن تتوزع الاسئله بالمدرسه ورا 10 دقائق ينزل بيها الحل. انت تاخذ من الموقع وترد لي بالسماعه على كيفك على كيفك، سؤال وانا اكتب منك. صايرين؟ هي صايرين، ليش لا؟ أنا السوالف الله مطيح حظر أسعى عليها. كمل شغلك وخلي لي الموقع بالموبايل واعتبر الموضوع منتهي. ها حمودي جاهز؟ جاهز ومستعد، توكل. شوف حمودي اسمعني زين وركز وياي، الله يخليك لا تنسى هاي. اذا قلت لك مره واحده يعني يبدا السؤال، واذا قلت لك يعني عبر على السؤال الثاني، واذا 3 مرات يعني عيد السؤال من جديد. واضح؟ اهم شيء تفهم هاي الشفره. هاي شنو وقحة وشنو شكو؟ عندك اعلان مال دوم وتقحة؟ اخوب قل لي اريد السؤال الاول، السؤال الثاني، وانا اكتب لك اياه. بعد شنو على التقحقح هذا على شنو؟ والله عجيب امرك. خرب حظي، هاد شنو ما راح يدبر هالاثوال. لكن شلون اقول لك والمراقبين فوق راسي؟ انت ايش بيك؟ انت غبي؟ شلون احكي وياك؟ انا ما اقدر احكي، مراقبين فوق راسي بس يسمعوني همس يكتبوا على ورقه غاش ويطلعون من الامتحان. هاي الشغله الوحيده اللي فاتتني صدق والله. الوحيده اللي فاتتك؟ هو انت ضايع اصلا. يلا راح يبدا امتحان، يلا بعد اعتمد عليك. اعتمد علي وروح، يلا روح ولا يهمك، اعتبر الموضوع منتهي، الا خليك تجيب 90.9. يلا يا ولد بدا الامتحان، كل واحد عينه بورقته، وابدوا بالسؤال اللي تعرفونه، واللي ما تعرفونه خلوه بعدين حتى لا ياخذكم الوقت. الله يوفقكم ان شاء الله. استاذ رحمن والديك بس سؤال، عود ليش راسك يروح يمنى ويرجع يسرى، يروح يمنى ويرجع يسرى؟ شنو مروحه عموديه شحن؟ وانت ليش متضايق؟ اخاف تريد تلعب بذيلك. ايش العب بذيل استاذ؟ وهو انا قاعد ميمي منه سيبوي، هو بس مصيفي الحمار، بس انا استاذ اخاف على رقبتك يصير بيها سوفان. مشكورة النصيحة وليدي، رقبتي ما بيها شي، اشكرك. ركز بورقتك واكرمني بسكوتك. صار لي 30 سنة بالتعليم، أول مرة أشوف صف الامتحان طلاب كلهم صافنين. ادري بابا جاي تمارسون رياضة اليوغا، ما تكتبون ايش بيكم صافنين؟ هذا ايش بيه قام يقحقح؟ انشحط؟ تنطوه مي خطية. ولك حمار السؤال الأول. هاي الشفرة مالتنا. اقول لك ايمن، اشو اني دخلت على اليوتيوب ونوب رجعت على الموقع وضاع من عندي، وين القاه بعد؟ الله ينتقم عليك ان شاء الله وعلى اليوتيوب.
ولك ارجع على السجن اجاوب بختك وبحبك ضاع مستقبلي. ايش بيك تحكي ويا نفسك؟ بلا صوت. ان شاء الله استاذ، جاي اقرا بيني وبين نفسي بعد ما تسمع الصوت. يا الله وين القى الموقع؟ ضاع من عندي، هاي شلون شغله؟ خلنا نكتب حل اسئله عربي وهو يطلع لي. اها لقيته، هذا حل اسئله العربي. اكتب ايمن. قدوري بزاز، من دق بابنا؟ قدوري دق بابنا. هذا السؤال جواب الاول. ولك الله ينتقم عليك راح تجلطني، ولك هاي مال ابتدائية. لا عاد يمكن هذه. اكتب ايمن. راى غراب عطشان جرة فيها ماء قليل. يا بقلب انجلطت، ولك هاي مال ثاني ابتدائي، لك دور مال السادس. لك بلا صوت وبعدين وياك. صار استاذ صار. ما سادس. اي صار. اكتب ايمن. هذا اسم اشاره يدل على المؤلف السالم. الله لا يسلمك ان شاء الله، لك هذا سادس ابتدائي، اكتب سادس اعدادي يا غبي. سادس اعدادي. هسه لحظه. ولك هاي ايش تسوي هنا؟ جاي تغشش لك بواحد يا غبي. المدير استاذاني ما علي، هو قال لي. قول لي منو جاي تغشش بيه واني اعوفك بحالك. الطالب ايمن قوم وقف. نعم استاذ. مسوي شيء؟ اي طبعا صاير شيء. جاي تغش يا غبي، حاط لك سماعه بذانك وحاط لك واحد يخابر ليك برا، بس انت غبي وصاحبك اغبى من عندك، لان اول ما اتفقتوا الشرطه بالباب سمعكم وبلغني وكنا مراقبينكم، وبعدين تاليتها شلون تنجح بالسماعه وبالكلاوات لنفترض عبرت، تدخل لك جامعه اهليه 4 سنوات ينجحونك بفلوسك وتطلع لمهندس، وصلنا من وراك من ورا كم واحد مثلك 20 مليون مهندس، وال20 مليون الباقي اطباء، مع احترامات اللي نجحوا باذرعتهم، والنتيجه شنو؟ تدمر البلد تدمير والتعليم. كله بسببكم انتم. تطلع مهندس فاشل تبني لك عماره توقع على الناس، وتصير الدكتور يجيك واحد منشول تموته. وشوف تاليتها شنو هالسحنه اللي يصير بيه انفلونزا يطلع الخارج يتعالج. ليش؟ لان الطب عندنا فشل، الهندسه عندنا فشلت، كلها من وراكم من وراء امثالك. تاخذوها كلها بالغش وبالكلاوات. ما خليت شيء استاذ ما ذبيته براسي، بعد شغلات ناسيه، صعود الدولار همين بسببي، وعدم تاهل العراق لكاس العالم بسببي، سويتني بس انا المشكله بالعراق. اي طبعا كل شيء بسببك، لان التعليم اذا فسد تفسد الدوله كلها. يستهزئ بعد الادب سز. استاذ خير الله وقع على ورقته بالاحمر وطرده برا. I want to go to my mother's house, and you promised me this week, so let's go today. Today I do not have a lot of work to postpone our travel until tomorrow. You know you postpone every day, please let's go today.